جمبري الحبة وحدة نص كيلو. واو كبيرة. طبعا حجم صغير، ما هو الحجم الكبير، في احجام اكبر كيلو كيلوين وثلاثة، وفي اكثر من 3 كيلو حجم اللوبستر الوحدة. شايفين بس تقرب عليهم لونه بتغير. سبحان الله. How you feel when you eat? Good? You like it? السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علي ايت اند ترافل. انا هلا في شاطئ بانكسان. بانكسان مدينة ساحلية على البحر، مثل ما شايفين تعد من اجمل شواطئ تايلاند. جو جميل رائع، اعداد حلوة، شايفين المظلات كثير بالالاف الالاف. جو جميل رائع جدا على البحر في مدينة بانكسان. نحن بشواطئ بانكسان. بانكسان تبعد عن بانكوك 70 كيلومتر. رح نزور الشواطئ بانكسان، وبنفس الوقت رح نروح على الاسواق بيع الاسماك البحريه في بانكسان. عنده سوق كبير رح نروح نتفرج عليه. شايفين الشاطئ نظيف جدا، شواطئ نظيفه، الرمل باين بالبحر. العادات اللي هون اللي شايفين هي بالاجار، بياجروها بالكرسي ب 20 بات، 20 بات الكرسي، بتبرق طول النهار. يعني الترابيزه فيها 6 كراسي 4 كراسي، بياخذوا على الشخص، كل شخص 20 بات. اعداد جميله، شايفين جو رائع في منتهى الجمال والروعه. كلها شمسيات، آلاف الشمسيات على طول الشاطئ. تقريبا طول الشاطئ حوالي 5 كيلو متر، كلها شمسيات وأعداد جميلة حلوة. مقابل الشاطئ شايف البحر قدامك، وفي مطاعم موجودة متوفرة كثير هنا. بين كل متر ومتر في مطعم، ممكن تطلب الأكل والشراب اللي بدك إياه وأنت قاعد عم تستجم، عم تتفرج على الشواطئ. شواطئ بانكسان تعد أجمل شواطئ تايلاند، جميلة جدا، متوفر فيها مطاعم كتير وفنادق على طول الشاطئ. طول الشاطئ حوالي 5 كيلو متر. الفنادق منتشرة على طول الشاطئ، غرفها مباشرة للبحر. جو جميل، بتقضي يوم حلو وانت مستمتع في جو البحر والمطاعم السي فود، الاكلات البحريه، بالاضافه للالعاب سكوتر المتوفره كثير بكثره في الشاطئ. هذا يعد من اجمل شواطئ تايلاند. سوق شاطئ بانكسان للمأكولات البحريه. تعالوا نتفرج شو في ضمن السوق هذا من المأكولات البحريه. عايشه صراصير البحر، سلعطان، كابوريا عايشه. الانتاية فيها بطارخ، الدكر ما فيه بطارخ، لذلك الانتاية أذكى وأطيب بالبطارخ، فياجرا يعني. هاي كابوريا، أول وحدة هي الانتاية وهي الدكر. عرفتوا الفرق؟ الفرق بينهم شو هو الفرق؟ الفرق الدكر شايفين الطلوع تبعه عامل مثل الهرم، بينما الانتاية عاملة مثل القبة. هاي الانتاية، هذا الفرق بينهم. هاي انتاية مبطرخة، هذا البطروخ تبع الكابوريا، هذا بطروخ تبع الكابوريا. هاي انتاية، طبعا الانتاية أصغر حجم بس بتكون بطرخة، وهذا الذكر لحمه أكثر. هذا أول السوق، جوا في أكثر لسه، نتفرج مع بعض. جمبري الحبة وحدة نص كيلو. واو كبيرة. لو طلع يعني بانسونغ 1200 بات الكيلو، تقريبا 40 دولار. جمبري هذا ب 40 دولار. وهذا اللوبستر كاين معي كيلو لا من كيلو طلع كيلو 1,200 เหมือนกันครับ بانسونغ. اللوبستر كيلو ب 1200 بات، 40 دولار الكيلو. طبعا حجم صغير، ما هو الحجم الكبير، في احجام اكبر كيلو كيلوين وثلاثه، وفي اكثر من 3 كيلو حجم اللوبستر الوحده. هذا المقاس بالنسبه للجمبري، المقاس هذا هو اطيب والذ. اي طريقه بتحب تاكله هو النوعيه هي، المقاس هذا هو الاطيب والذ ولحمه طري. بلح البحر ما شاء الله مليانه لحم، حجمها كبير، 3 كيلو 100 بات، يعني 3 كيلو بحوالي 3 دولار. طبخ مجاني عندهم، خدمه مجانيه. عجة سمك محطوط مع فلفل أحمر وبهارات مع الفاصوليا الخضر الناعمة مشان تعطيها طعم ومذاق لذيذ. عجة السمك، هي عجة سمك، لحم السمك مطحون. كابوريا مطبوخة وجاهزة، شايفين اللحم تبعها مليانة لحم، حبر يعني هي انطبخت كانت طالعة من البحر طازة، مطبوخة وجاهزة للأكل ب 350 بات، ما يعادل 10 دولار الكيلو. هي كابوريا كمان من البحر، بس هي الكابوريا بتعيش بالرمل، جوا البحر بالرمل.
حجمها ولونها مختلف. كيلو ب 380 بات، 10 دولار كيلو الكابوريا هي. طبعا عايشه، يعني كله التايلانديين بيحبوا ياكلوا الكابوريا عايشه. لو الكابوريا مو عايشه الاقبال عليها ضعيف بيكون. حبار صغير شكله كتير ظريف، حبار صغير مطبوخ جاهز للاكل. نجربه. طري جدا، طري لانه حجمه صغير فطري لذيذ جدا. هذا صبيط وحبار، انواع كثيره واشكال كثيره واحجام مختلفه، كله طازه. كبدامه، واو شكله جميل طازه، شايف من اللون تبعه ببين انه طازه. هذا الحبار. أناي ميكاي تي مي ميكاي أناي تي ميكاي تناي. هذا الحبار فيه بطارخ، هي البطارخ تبعه من جوا، شايفين البطارخ. هذا حبار مبطرخ، هذا طبعا طعمه ألذ وأطيب. بطارخ الحبار نفس طعمة البيض، كتير لذيذ. بطارخ الحبار ممتازة جدا. طبعا هذا ما فيه بطارخ، هذا بدون بطارخ مبين عليه بدون بطارخ، مو مبطرخ. هذا ما فيه بطارخ، بدون بطارخ. في احجام صغيره منه يلي هو هذا ما فيه بطارخ، شايفين من جوا ما فيه بطارخ، واضح ما فيه بطارخ. طبعا الصبيت هذا اطيب طريقه للطبخ تبعه مشوي، اطيب شيء مشوي هو هذا. اما الثاني النوعيه الثانيه هذا الحبار، فاطيب شيء تاكله شوربه او مسلوق، هذا اطيب بهالطريقه هي، شوي مو طيب. هذا بلح البحر كيلو، هذا وزنه كيلو 140 بات، يعني تقريبا 5 دولار. شكل جميل طازة، لسه طالع من البحر طازة. هذا قنديل البحر ب 150 بات. طبعا هذا يعني سوق لا شبه كنداي لاي، جاهز للأكل على طول. قنديل البحر رح نجرب ندوق قطعة منه. بأرقك بالتم، زي مثلك كأنك عم تاكل غضاريف، في رقم رائع جدا وطري. كمان بياكلوها هون التايلانديين طحالب، شكلها تقول غصن عنب. Can you try Western? You have one? عنقود عنب طحالب البحر. هي طحالب البحر، شايفين شكلها شلون؟ مثل عنقود العنب. كمان بياكلوها هون التايلانديين. اول ما بتعضد عليها بتلاقيها فقست، طعم رائع جدا، رائع. هذا جمبري مبطرخ، شايفين بطارخ الجمبري، ومو موجود البطارخ في كل انواع الجمبري الا ببعض منها يعني. سعيد الحظ اللي بيطلع له جمبري مبطرخه. فياجرا. لحم السمك مشوي، هي بشوها هيك بهالطريقه هي. طلع يعني طلع 7 بات 15 بات. السيخ هذا ب 15 بات. راح نجرب ندوقه، راح نجرب ندوق عجة السمك المشوي. والله لذيذة، طعمها جميل جدا. الله الله، هبرة سمك، هبرة سمك مشوية ورخيصة 15 بات. 7 في 100 بات، عم ناخد 7. واو، حبار عايش. ขายเป็นตัวละขายเป็นกิโล ไม่ได้ขายกิโลขายเป็นตัว ตัวอันละ120 ใช่ตัวละ بتتباع القطعة ب 120 بات، مو الكيلو، بالقطعة. القطعة ب 120 بات، 6 دولار تقريبا. 120 بات 4 دولار ونص. هذا بياكلوه هو عايش، بيحطوه بالصلصة وبيحطوا ببقه على طول. طبعا انا ما بحسن اكله، ما عندي جرأة اكل بس الحبار بالطريقة هي. نحن بناكله مطبوخ، بس هون في ناس تحب تاكله هيك بهالطريقة هي. بياخدوا، شايفين بس تقرب عليهم لونه بتغير، سبحان الله. يا كلمة. هذا الصبيط عايش وتغطس بالصلصة، شايفينه تغطى في الصلصة
هلا هدول التايلانديين بياكلوه، انا ما راح احسن اكله، بس راح نعطيه لحدا من التايلانديين ياكلوه قدامنا نتفرج. How you feel when you eat? Good? You like it? عم بسأله كيف حسيت، كيف شفت طعم الحبار وانت عم تاكله عايش؟ بيقول لي طيب. ربنا يعينك. مع الصوص التايلاندي عم بيطلع رائع. هاي الصبيط مع البطارخ. يا جماعة اليوم عم ناكل فياجرا، بس فعلا أكل البحري إذا حبيت تاكل أكل بحري خده طازة. أناناس بحجم صغير جدا، شايفين الأناناس قطعتها صغيرة أطيب من الكبيرة. أطيب وألذ، لحمة طري جدا مثل العسل. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك واللايك، ومع السلامة.